جورجيا بقت الترند الجديد للمسافرين العرب، والسر كله في المعادلة الصعبة. طبيعة خيالية وكمان تكلفة على قد الإيد. لو بتخطط لرحلة هناك الدليل ده هيعرفك الخلاصة. علشان تظبط ميزانيتك، أول حاجة الطيران. الأسعار بتعتمد على ذكائك، احجز بدري أو حتى في المواسم الهادية علشان توفر نص الثمن. بالنسبة للسكن، جورجيا فيها كل حاجة، من أول الهوستلز الشبابية الرخيصة لحد الفنادق الفاخرة. في طبعا تيبل سي الشقق الفندقية، وكمان اختيار عبقري جدا للعائلات وبسعر معقول جدا. اما بقى الخروجات والاكل فدي احلى ميزه هناك. المواصلات زي المترو وكمان الاتوبيس رخيصه جدا، وكمان تطبيقات النقل متوفره وسعرها مريح. وبالنسبه للاكل لازم تجرب الخاشابوري من المطاعم طبعا المحليه، طعم يجنن وتكلفه بسيطه. اغلب الانشطه السياحيه هناك هي طبيعه بكر، يعني جبال وشلالات تقدر تستمتع بيها مجانا او حتى برسوم رمزيه. الخلاصه، جورجيا هي الواجهه المثاليه للسفر الذكي، هتتبسط وتغير جو وترجع طبعا بجيوب مش فاضيه.